إذا كان الأب أو الأم يميز بين أبنائه، مثلا يفضل هذا على هذا أو يفضل هذه على هذا، فهذا الله عز وجل ورسول الله عليه الصلاة والسلام حرماه على كل إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالتمييز بين الأبناء وعدم العدل بينهم كبيرة من كبائر الذنوب، وهو الظلم. هذا هو الظلم. إذا حبيت تسأل ما هو الظلم، قل من أرقى أنواع الظلم بعد الشرك بالله هو أنك لا تميز ولا تعدل بين أبنائك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابي النعمان بن بشير وش قالوا؟ قالوا اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. اتقوا الله، فجعل العدل بين الأبناء من صفات المتقين. العدل على لأنك بالك أنت غدوة إن شاء الله تموت كذا، لكن ستترك من ورائك إرثا من الحقد والشحناء والبغضاء بين أبنائك. على لأنك أنت كنت تميز هذا على هذا، كبر هذاك اللي كان ضعيف كبر يكره أخوه الآخر، وأنت السبب أيها الأب أو أنت أيتها الأم. على كنتم لا تعدلون بين أبنائكم وجميعا خرجوا من أصلابكم. فالعدم العدل بين الأبناء والتمييز بينهم كبيرة من كبائر الذنوب. فنقول للآباء والأمهات اتقوا الله، اتقوا الله، فمن صفة المتقين أنك تعدل بين أبنائك.